صلاة النبي. اسمع القصة بقى وبعدين شوية تصوف في قلب القصة. يا دي النور أهلا وسهلا. يا حاضرين اسمعوا قصة هقولها اليوم. موضوعها ظل البشر والكل ظالم يوم. يا حاضرين اسمعوا قصة هقولها اليوم. موضوعها ظل البشر والكل ظالم يوم. يا عاصي الدم ويتوب ومصلي فرضك واعلم بأن الإله بيغفر الذنب ويسامح. اللي معها هنا عمره ما الكون احكي. يا ربي لك الكون احكي. لك يا الهي الخلق وانت لا تغفل ولا بتنام. لك حكمة في صنع الاكوان وانت لا تغفل ولا بتنام. لك حكمة في صنع الاكوان من عبادك لو تعطيك بيحمدك وترضى. من عبادك لو تعطيك يعصب ويزل خليك. من عبادك على قدك صابر وراضي على ولا مد يوم للناس يدك ولا يسألش يوم إنسان. والقصة دي على فكرك والقصة دي على فكرك فيها درس لينا وفيها عبرة من الحياة واللي بيجرى. عما أقول وأخش على الله. استاذ عباس رجاء صباح الفل. يا دي النور. القصه اللي هنحكيها ان شاء الله القصه بتحكي عن اخين. الاخين واحد صالح وواحد طالح. نشوف الاخين دول عاملين ايه والعاشق في جمال النبي صلى عليه. اسمه مطاب فعله عند الجامع مقبول.
عمدة وراجل صالح، الأب كان في البلد عمدة وراجل صالح، ومقبول عشان صالح بعد استلم على طول. لما توفى العمدة أهل البلد الحال طلبوا منه كم طالع اليوم، جه تعيينه رسمي كمان عمدة وقايم برسالة، عمدة وقايم برسالته، خلى البلد كلها عيلته، كان بشهامته ورجولته في الحق ما بيخشاش انسان من طبعه، كل الناس حبه واللي انحرف واتغر ياخد من طبعه، كل الناس حبه واللي انحرف واتغر ياخد، مغرور باسم ابوه ياخد، والعمدة يبقى صاحبه زعلان، ولما حس بغضب الناس ولا فيش نصايح نافع الغلط، قال له خد حقك وخلاص وعيش لوحدك يا شعلان، قال له خد حقك وخلاص وعيش لوحدك يا شعلان، ولما حس بغضب الناس ولا فيش نصايح نافع غلط، قال له خد حقك وخلاص وعيش لوحدك يا شعلان. العمدة لما توفى كان مخلف ولدين، ولد اسمه مقبول وكان عند الجميع مقبول، والصغير اسمه شعلان وكان مكروه عند الناس كلها، واللي مكروه عند الناس كلها يبقى مكروه عند ربنا. لما جه العمدة توفى فالعمدة مقبول بقى عمدة مسك مكان ابوه، اللي انحرف واتغر شعلان اخوه وقال له عايزين نقسم الميراث ونقسم الفلوس، نشوفهم عملوا ايه والعاشق في جمال النبي صلى عليه. ترجع